السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سوف نعرفكم على شخصية مميزة جدا جدا من فرنسا وتحديدا العاصمة باريس. فلتفضل أخونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أخوكم غريغوار من باريس عاصمة فرنسا. شرف عظيم، تشرفنا أخونا جروجر. شرف لينا. نحن عايزين نسألك عن اللغة العربية، ومتى تعلمت اللغة العربية؟ طيب، أنا بدأت اللغة العربية لما كنت في ثانوية. أنا كنت في ثانوية للمكفوفين عشان أنا مكفوف، فدرست العربية والكتابات البراي الأبجدية. البراي هي كتابات المكفوفين. أنا تعلمت البراي العربي إذن. وبعد ذلك أنا دخلت جامعة اللغة الشرقية في باريس. هي جامعة ممكن تتعلم فيها كل اللغات الشرقية. أنا تعلمت العربية. أنا قمت بإجازة هناك، والآن أنا أقوم بماجستير بترجمة. أنا أترجم كاتب للعربية للفرنسية. هل زرت أي دولة من الدول العربية؟ هل قمت بزيارة؟ نعم، أنا زرت المغرب، تونس، مصر، لبنان، سوريا قبل الحرب، الأردن والسعودية لما كنت صغير. ما شاء الله. وكم عدد اللهجات العربية التي تتحدث بها؟ أنا أتكلم شوية اللهجة المغربية والجزائرية والتونسية. المصرية أنا بتكلمها برضو، والسودانية واللبنانية والسورية والعراقية. نحن طبعا في المادة دي عايزين بس نتناول، حنتحدث بس عن اللهجة السودانية نسبة لحاجات كثيرة. فدارين انك تتكلم لنا عن باللهجة السودانية، وتتكلم لنا عن العادات السودانية وعن المأكولات السودانية وأي حاجة عن السودان وعن أصدقائك في السودان وكيف تعلمت اللهجة السودانية. أيوة يا زول، أنا تعلمت اللهجات السودانية مع أصحابي السودانيين في فرنسا، في باريس، في حي لا شابيل. هو حي في شمال باريس، وهنا في سودانيين كثير. أنا تعلمت معهم اللهجة السودانية، وعرفوني الأكل السوداني، مثلا الكسرة، الفول السوداني والملوخية والتقلية. أنا بحب كثير التقلية بالبامية. العصيدة. أيوة، العصيدة. برضو بتاكل العصيدة، بتحبها؟ أيوة، أنا بحبها كثير. والمشروبات برضو أنا بحب كثير الشيرية بزنجبيل. شيريا بالجنزبيل. أيوة. أيوة الشيريا. وطيب، تقدر طيب تعرف من الفنانين يعني؟ طبعا أنا أعرف مثلا محمد وردي، محمد الأمين، النور الجيلاني، والحوت محمود عبد العزيز الله يرحمه. يا سلام. هو بيغني جيد كويس. أغاني هو فنان الشباب الله يرحمه. وطبعا كان عندنا قبل يومين كان في شكر الله برضه كان في نعم، في سان في دوائح باريس. كان شكر الله عزيز. ايوه تغنى. ايوه. ايوه جميل. وكان الشباب كلهم مشوا هناك. طيب، حدثنا عن سمعنا انك انت بتتكلم الرندوك واللهجات ايوه، اللهجات الستريت لانجوج. اصحابي السودانيين علموني الرندوك، يعني انا احنيك شويه الرندوك. كيف يا اصلي؟ كله يا تمام؟ اصلي ان شاء الله. طيب كيف امورك؟ انت بترندق الرندوك صح؟ ايوه، مية بتملك، يا سيدي. طيب اصلا يمكن تكلمنا. طبعا انا القرنوس ذاته ما بيتكلموا سريع كده، لكن عماكتنا كده يمكن يتملك بحة وكده يعني. انت دينعك جاحة ولا ما دينعك جاحة؟ ايوه، عندي جاحة في باريس. انا
نشو برضو أنا أتعلم الرندوق مثلا. أنا أعرف أنا جانيش كلمات كثير مثلا اليورو والجنيه بنقول كلب 2 يورو كلبان 5 حمراء 10 زرقاء 20 أبو الدو 50 بقرة 100 متر 1000 ألف ومليون أرنب بعدين كده والله يا اخي جريجوري، والله احنا يعني نتمنى لك التوفيق، وان شاء الله يا اخي موفق كده، ونتمنى زيارتك للسودان. أيوة، أنا بحب كثير 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 السودان. بلد السيسة سمحة شديدة، والناس طيبين. كل الأصحاب السودانيين كلهم طيبين، أنا بحبهم كثير كثير. وشكرا لك اخونا جريجوري، وفرصه سعيده. فرصة سعيدة ان شاء الله يا اخي نتمنى لك بس مزيد من التوفيق. كلمة أخيرة. في المستقبل أنا عندي مشروع أنا داير أساعد المكفوفين في العالم العربي، في السودان طبعا. أنا داير أترجم لهم كتب بالبراي، كتابات المكفوفين، وأبني مدارس للمكفوفين وأساعدهم. ان شاء الله من هنا، وان شاء الله ربنا يوفقك في مشروعك هذا. شكرا. وبارك الله فيك اخونا جريجوري. شكرا، والسلام عليكم الله ورحمة يبارك الله فيك. وبركاته. وعليكم السلام يا مشاهدينا الكرام.